السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان بكرة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعاد علينا الأيام بخير يا رب. قبل ما أبدأ الفيديو بس بحب أذكركم تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده، وابتدينا هنتفاعل في القناة كده ونكتب كومنتات حلوة، والله بتفرحوني بالكومنتات بتاعتكم دي. ويا ريت نشترك كده ونتفاعل اكتر ونشاهد الفيديو من الاول للاخر كده، ونخلي حبايبكم كده يشتركوا في القناه. والنهارده فيديو طبعا ايه الحاجات جبتها دي للسحور والفطور. بكره عامل فطور بكره والسحور والحاجات دي، يعني كان لازمني شويه طلبات جبتها. زي ما انا بقول لكم في الفيديوهات، انا ما بجيبش كميات، انا بجيب الحاجات اللي انا عاوزاها، ولو حوزت حاجات تاني بنزل اجيبها. يعني عادي لو هتنزلي بالنهار، لو تقدري تنزلي بالنهار ماشي، ومش هتقدري تنزلي بالليل يعني مش مشكله. يعني طبعا احنا في رمضان مش يعني هنعيش يومنا الطبيعي يعني عادي يعني. وطبعا ما ننساش كده نصلي على النبي في الكومنتات. وهوريكم المشتريات اللي انا جبتها. في البدايه طبعا هوريكم الحاجات اللي جبتها من عند العطار. انا جبت حاجات قبل كده من رز بس يعني ايه خلص. بجيب مثلا 5 كيلو 6 كيلو، ولما يخلص اجيب تاني. هو الكميه اللي جبتها الاول في الفيديوهات اللي قبل كده اللي وريتها لكم جبتها، بس بيتبقى منها حاجه بقى يعني حاجه كده قليله. وجبت تاني 5 كيلو. ده الكيلو كان عامل 20 جنيه برضه. انا بجيبه يعني متعودين اللي انا بعمله، وكان مفلفل وحلو يعني. جبت الكميه اللي قبل كده لقيتها خلصت كده وهحتاج تاني، جبت 5 كيلو تاني كمان. ده الرز. وجبت مكرونه، طبعا انتوا عارفين ايه بنعمل مكرونه بشاميل. جبت كيلو ونص مكرونه. الكيلو عامل 20 جنيه، وبتبقى حلوه ومش معجنه ولا حاجه، وان شاء الله هتشوفوها كمان لما اعملها. يعني ولا بتتكسر ولا بتتعجن ولا حاجه، هي تبقى حلوه كده زي المكرونه، نوع من المكرونه المحمره. ودي كنت طبعا شفت معايا المكرونه المحمره، ما بتتكسرش ولا بتتعجن ولا حاجه. كيلو ونص، الكيلو كان عامل 20 جنيه. وبرضه جبت برضه جبت كيلو من ده. الحراريه دي للتحمير، طبعا انتوا عارفين ان انا بحمرها، بحب النوع ده في التحمير. جبت كيلو اخليه عندي برضه عشان لو احتاجته. دي الحاجات اللي جبتها من عند العطار، دي اللي كانت لازماني يعني. المكرونه النوع ده والنوع ده والرز، بس هو ده اللي كان لازمني يعني. الحمد لله انا جايبه الحاجات اللي الفول والحاجات دي يعني اللي لسه موجوده، يعني ما محتاجش في حاجه تاني عشان اجيب. هما الحاجات دي بس اللي كنت لازماني. طبعا انتوا عارفين السحور عاد داخلين في السحور، لازم يبقى عندنا بيض. جبت كرتونة بيض، بس البيض صغير مش كبير اوي يعني، مش عارفة البيض ليه صغير كده. البيضة كانت عاملة 4 وربع. جبت كرتونة، البيضة كانت عاملة 4 وربع دي، بس صغيرة. هو اللي موجود في السوق ده. جبت كرتونة، طبعا ما بيغناش عن البيض في السحور طبعا، مفيد ومغذي. وجبت ايه تاني من السحور؟ وجبت زبادي. عارفين ايه السحور لازم ناكل بعديه زبادي. ده كان عرض، ده ال6 دول كانوا عاملين 40 جنيه. دول ال6 دول كان عرض. طبعا انا جبته بساده، ما جبتوش بالفراوله. كان منه فيه برضو بالفراوله، بس انا جبته ساده. ال6 دول كانوا عاملين 40 جنيه. وجبت كيس الجبنه دي، الموتزاريلا دي الحمد. النص كان عامل 70 جنيه، كويسة يعني. وجبت الجلاش ده، جبت 3. ال3 دول كانوا عاملين، هو الواحد كان عامل 15 جنيه، بس هي قالت لي لو خدت 3 تاخدهم ب40 جنيه. يعني في موفر 5 جنيه بس. يعني جبت 3 مش هيخسروا يعني. طبعا انتوا عارفين رمضان بنحب ايه نعمل الجلاش باللحمة، جلاش كده بالشربات عادي يعني، مش هيخسروا يعني. جبت 3. وطبعا ايه جبت مخلل. انتوا عارفين طبعا ايه الفطار بيحب نحط مخلل على الفطار. السحور لا يعني مفضلش ان نحط مخلل على السحور، حاسبه بيعطش. هو حلو في الفطار يعني ايه. جبت كان عنده عامل برضو عرض على المخلل، كان عامل الكيلو. هو الكيلو طبعا ب25، بس هو كان عامل عرض على الكيلو 25 ب20 جنيه. جبت 2 كيلو كان عامل عرض عليه، قلت ايه مش هخسر يعني. جبت 2 كيلو ب40، حلو يعني. جربته قبل كده المخلل من عنده طعمه حلو يعني. وجبت برضو هوريكم عاد حاجة الخضار عادي اللي بنحتاجها يعني في الغدا والسحور.
جبت ايه طماطم. الطماطم غليت مش عارفه ليه، ايه اللي غلاها، بس انا ايه اول ما جيت حسيت ان هي هتبوظ من الكيس كده، فضيتها من الكيس بتاعها. طماطم عامله 15 جنيه، غليت الطماطم معرفش ليه، مش عارفه على ايه يعني، استغلال ده ولا الطماطم ايه اللي جرالها يعني. الطماطم كانت عامله 15 جنيه. جبت كيلو 2 كيلو طماطم. وجبت طبعا ايه انتوا عارفين حاجه السلطه. جبت خيار، جبت كيلو خيار. الخيار كان عامل 15 جنيه، الكيلو كان عامل 15 جنيه. وجبت جزر، الكيلو كان عامل كام برضو 15 جنيه. الخيار لا قصدي الخيار 20، انما الجزر كان 15. طبعا انا بحب ايه ببشر الجزر على السلطه، بيديها طعم حلو يعني وقيمه غذائيه حلوه يعني. ويا ريت تكتبوا لي كده في الكومنتات الاسعار عندي غاليه ولا رخيصه ولا زي عندكم يعني. عاوزين ايه نتواصل مع بعضينا كده في الكومنتات، تكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم كده، وعشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. وجبت ايه تاني؟ وجبت طبعا ايه بتنجان قلي. بتنجان القلي من ده بحبه برضو. الكيلو كان عامل 15 جنيه برضو. جبت كيلو واحد ما كترتش يعني، مبقتش اكتر، قلت ايه لما عاوز اجيب تاني يعني. جبت كيلو واحد. وجبت فلفل جبت فلفل رومي ده للسلطة. جبت الكيلو كان عامل برضو 15 جنيه ده. جبت كيلو فلفل رومي. وجبت ايه كمان؟ وكمان جبت بصل. البصل كان عامل 10 جنيه، حلو يعني النهاردة حلو البصل، كان عامل 10 جنيه. جبت 2 كيلو. طبعا البصل والحاجات دي ما بتخسرش في البيت، البصل والبطاطس والطماطم، التلاتة دول لو موجود في البيت خلاص انت بيتك عمران، بصل وطماطم وبطاطس. جبت ايه 2 كيلو. الكيلو كان عامل زي ما قلت لكم 10 جنيه. وجبت بطاطس. طبعا انت عارفين السحور بنحب نقلي بطاطس يعني. جبت ال2 كيلو كان عاملين الاتنين ب15 جنيه. جبت 2 كيلو، حلوة يعني نعملها صوابع، نعملها فرن. طبعا ما بنستغناش عن البطاطس يعني، ممكن برضو تسلقوها على بيض للسحور، برضو حلوة ومغذية يعني، ليها استخدامات كتيرة البطاطس يعني. وجبت كمان لا جبت شفندي ده البلدي، طبعا متعودين بجيب البلدي بس. جبت ده كان الكيلو عامل 10 جنيه ده. حلوة اللي تبقى لونها احمر كده وقشرتها خشنة، هي دي اللي بتبقى طعمها محلي يعني. تجربوا كده نقوا الشفندي اللي لونه احمر وقشرتها خشنة، هي دي تضمني ان هي طعمها يبقى مسكر. جبت 3 كيلو، الكيلو كان عامل 10 جنيه. قلت لهم هتتسحروا ايه النهارده؟ قالوا ايه النهارده اول يوم يا ماما عايزين نتسحر كبد وقوانص. جبت لهم كبد وقوانص. جبت كيلو، بس انا ايه حطيتها على الطبق كده عشان ما تنقطش. جبت كيلو، الكيلو كان عامل 110. قلت لهم هتتسحروا ايه؟ حبوا يتسحروا ده، ما حبيتش ازعلهم. جبت لهم ايه كيلو، كان الكيلو عامل 110. هعملها ان شاء الله النهارده للسحور. النهارده اول يوم طبعا هعملها النهارده بس يعني، مش هعملها تاني، هو اول يوم بس يعني كده. هما قالوا عايزين نسحر كبد وقوانص، جبتها لهم كيلو ونص. جبت لهم كيلو ونص، جبت الكيلو ونص. بس ايه انا جبت الكيلو الاول ورجعت ايه جبت لهم نص كمان عشان ايه ياكلوا ويشبعوا يعني. هي دي الحاجات اللي جبتها من السوق النهارده. ويا ريت ايه لو وصلتوا لغايه هنا، ولو عجبتكم المشتريات ديت بتاعتي تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي اسعارها كويسه ولا لا ولا غاليه، وايه ونتواصل مع بعض كده. وعايزه ايه الاشتراك في القناه. وهي دي المشتريات بتاعتي. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ومع السلامه.